ما شاء الله على هالخير. وهي أطيب شاورما. طالعين اليوم باتجاه رشاتنا معنا تغسله. هذا فرن كمان لعمل الخبز تنقل أكتر. هلا بدنا ندخل بهاي العبارة الأولى يلي خلصت جولتنا. السلام عليكم يا أحلى متابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تتابعوني. فيديو اليوم مميز وجديد، طلعتنا اليوم على نوننبرغ، لهيك حبيت إني بكير أول شي نتصبح نشرب فنجان قهوة على الرواق، بعدين نتوكل على الله ونطلع. بما إنه كمان الجو تحسن، صار إنه الواحد لازم يطلع يرفه شوي عن نفسه، منه كمان أنا لازمني أغراض ما موجودة كمان بهاي المدينة اللي أنا قاعدة فيها، يعني مو متوفرة هون، فلهيك بدنا نطلع هنيك على نوننبرغ لأنها أكبر وأوسع، فيها محلات عربية وتركية وجميع الماركات. رح أخدكم معي خطوة بخطوة حتى أفرجيكم هالأجواء والمعالم الموجودة بنوننبرغ وأكتر شي مشهورة فيه. لهيك المو مشترك يشترك حتى يوصلكم كل شي جديد، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك. وبحب أتشكركم كتير على تعليقاتكم على الفيديوهات الماضية، شكرا كتير عن جد، وأهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا تكتبولي بالتعليقات من عم تتابعوني. في البداية نزلنا عند الكازيه وبلشنا نعبي ديزل اللي هو مازوت حتى نبلش مشوارنا، لهيك خلوكم معنا. وهون توكلنا على الله وبلشنا أخدنا الطريق الأوتوباني اللي هو الطريق. طالعين اليوم باتجاه نوننبرغ حتى نطلع نتسوق هنيك ونشوف شو بدنا نجيب أغراض، بس الطريق السريع زحمة والله، العالم كلها طالعة مثل ما شايفين. نقرشاتنا معنا لأنه الطريق طويل. بالعادة ما هيك بكون في زحمة، بس بسبب الصيانة إنهم عم يوسعوا الطريق السريع حتى يعملوه كل الاتجاه 4 مسارب، صاير في زحمة. هلا بتشوفوا لقدام كيف بتفتح السرعة. هداك الطريق كان في عملية صيانة، كانت السرعة بين 70 و80، أما هون فتحت السرعة قد ما بتمشي سيارتكن هون بتمشوا، طبعا ضمن أوقات محددة، ما في رادارات هني بيكتبولكن كمان، فاللي بيمشي 300 بتمشي سيارته كمان. ما شاء الله الطبيعة، شوفوا الأجواء شي بجنن، كأننا برامج أطفال كنت أحضرهم هيك على التلفزيون وقت كنا صغار، نفس المنظر. حتى تعملوا استراحة وتغسلوا. أحلى منظر هالوردات هون في هذا البيت، جنن والله. أخيرا وصلنا نوننبرغ، حتى هون بتلاقوا شتراسنبان يلي هو قطار الطرقات، لأنه هون المدينة أكبر ففيها وسائل تنقل أكتر. انتم شايفين شبكات القطارات لشتراسنبان، هاي السكك. وهيك وصلنا على نصف المدينة. هلا بدي اورجيكم وسط المدينة كيف بيكون، بس مثل ما شايفين اليوم زحمة وعجقة لأن اليوم يوم سبت. نستنى الإشارة لأنها حمراء.
شوفوا ما أحلى هالبيت ما شاء الله. هيك الواحد طاقة الشمسية حاطها على البرندة. زكي زكوان لازم نعمل مثل والله إلا ما عملت. كأنك بإيطاليا، نفس إيطاليا فعلا، نفس الطرقات وهي شوي قديمة ما مجددين. وصلنا على نص المدينة، رح ناخدكم معنا مشوار. هاي سكوترات للأجار، بتحطوا الكرت تبعكم وعلى المسافة اللي مشيتوها بيخصموا. ليه؟ هلا هذا زمور، كأنه أنا سمعت صوت السكة. وهذا فرن كمان لعمل الخبز. شوفوا هاي الزلقة كمان. هون بيعملوا لكم العجين تازة وسخن تاخدوه معكم. أما هذا هون فهو مطعم مكسيكي. حاليا مسكرين. مكملين جولتنا معكم. هون كلها سوبر ماركت. عم نستنى الإشارة حتى تصير خضرة نصير فينا نمرق. هون عند البركات. بدك مي؟ هون قسم الكباب. هون الصوصات حبيتوا تشكروا. هون قسم الكريسبي. هون الرز والجوز. ودائما وقت نيجي على نوننبرغ يعني لازم ناكل شاورما. والشاورما عندهم هدا كتير كتير طيبة، نفس طعمة سوريا. هون عملت لكم هيك لفتة سريعة بالكاميرا حتى تشوفوا الأصناف الموجودة عندهم. عندهم مندي، عندهم برياني، عندهم مشاوي، شاورما، دجاج ولحمة. ما شاء الله فروج على الفحم. أي خوي شو؟ بطل أوزعك هذا على الأفضل. الوقت أصلا عندك
شوفوا لي منظر هالصحن ما أحلاه وطريقة تقديم الشاورما. عن جد المنظر كتير كتير بجنن والطعم بيحكي لحاله. ايه هاي ل 18 عندك. وأكيد لما بدكن تمشوا بشوارع نوننبرغ حتى ما تجوعوا لازم تاخدوا معكم سندويشة شاورما احتياط حتى تتسلوا على الطريق. وهي أطيب شاورما عربي. هاي وسط المدينة بنوننبرغ. اسمع هاي وسط المدينة، انتوا شايفين هون خطوط ستراسنبان. وهاي المنظر الحلو تبع القلعة، شوفوا. وهنيك الهوتيل. أما هون محطة القطارات والتبديل إذا بتسافروا على غير مدينة والتاكسات تستناكم برا. شوفوا ما أحلى المنظر. هاي هون الديبان يلي هي محطة القطار. هون المسافرين أو اللي بحبوا يبدلوا على غير منطقة موجودة قطارات يومية. شوفوا هدول كلهم بدنا نقطع الإشارة. كل هالناس بدها تقطع الإشارة. منطقة مزدحمة مثل العاصمة. هون تحت أسفل المدينة بالعبارة في هذا المنظر الحلو. بس مو واضح من هون. هاي النافورة الحلوة محطوطة تحت بالنفق. هلا بدنا ندخل بهاي العبارة الأولى يلي بتوصلنا بين معبر القطارات بين معبر المدينة لنوننبرغ. شوفوا هدول الوردات الحلوين. نبات هذا الزهر المتسلق بجنن. وهذا السداجات. جنن. الديكور بجنن. وهذا هون كمان مطعم شعبي. شوفوا ما أحلاهم. هدول حتى كتير كتير لذيذين. شوفوا شو حلوين. هاي القلعة تبعت المدينة.
Dann kommt ihr um rechts rein. دايما بتلاقوا هيك أجواء بنوننبرغ، احتفالات وموسيقى. واو، الاحتفالات اليوم بكل مكان. شوفوا كمية العالم. There is still a chance that they will. خلصنا من الحفلة وطلعنا منه، فتنا هلا بسوق الخضار بنوننبرغ. أما هذا رذاذ ماء عشان الشوب. ما شاء الله الزحمة قديش. هذا هنيك هوتيل. حتى هون كمان مهجور حفلات.
هون وصلنا لعند القلعة، شايفين قديش ارتفاع؟ هون بتلاقوا شالات، ما بعرف أجواء وهيك، إذا حبيتوا تشتروا. حبيت فرجيكم كمان منظر هالإضاءة لشكل فانوس كتير حلوة. بالنسبة للزرع مشكل ما شاء الله منظر بجنن متل ما شايفين. أما هذا المتجر فهو متجر خاص بالورود، تشتروا انتو عذوقكم بتطبقوا، هدول بيجوا معهم ديكور إذا بتحبوا تضيفوا شي. Zweimal 10, aber das, was du da erlebt hast, und auch die Erde bei الله كمية العالم. مبدعين. Mama, meine kannst du da rein. Guck, hier kannst du reinnebeln. للأمانة كانت الأجواء كتير حلوة، وهاي الأجواء دائما بتشوفوها بنوننبرغ، إن كان صيف أو شتي دائما بتلاقوا ناس عم يعزفوا واخدين هيك أماكن عاملين جو، أو بتلاقوا في منهم كمان عم بيرسموا للأطفال، يعني في أفكار كتير.
وصلنا لنهاية جولتنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالأجواء وبهالرحلة الحلوة. وهلأ باتجاه البيت. خلصت جولتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت إعجابكم، وشفتوا الأجواء كيف قريبة جدا للعاصمة بالزحمة وكمية الناس. خلينا نلحقها لأنها بتسكر بسرعة. الحمام نعم ياكل. لهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون نال إعجابكم يا رب، وقدرنا نوصل لكم صورة حلوة عن هالمدينة الجميلة اللي هي اسمها نورنبرغ. فيكن تبحثوا عنها كمان عن جوجل. بتشكركم كتير على تعليقاتكم الحلوة، وشكرا أكتر وأكتر على حسن المشاهدة. بترككم بحفظ الله ورعايته، وإن شاء الله بيتجدد لقائنا بفيديو جديد وشي جديد. بترككم هلأ مع منظر الخيول الحلو. ما شاء الله على هالخيول، ما أحلاهم. شوفوا ما أحلاهم. Das ist ein Vollblut. Der kommt von der Rennbahn. Ja, das ist Und sehr, das andere sehr Pferd, schön. das ist Spanier. Aus Spanien. Der kommt aus Spanien. Das ist total nett. Sehr schön. لا تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.